عمرك فكرتي ان كل لقمة ابنك بياكلها النهاردة بتبني شخصيته وصحته بكرة؟ تخيلي ان ممكن تزرعي حب الاكل الصحي من صغره. تعالوا نبدأ رحلة من اول معلقة اكل لغاية ما ابنك يكبر، ونشوف ازاي نربيه على عادات غذائية صحية هتعيش معاه طول العمر. اول نقطة، لما الطفل يبدأ ياكل أكل صلب بعد الرضاعة لازم يتعرف على الطعم الطبيعي للخضار والفاكهة من غير سكر ولا ملح، زي الجزر المسلوق أو المهروس، زي البطاطا أو زي التفاح المسلوق. السر إنك ما تعودهوش على الطعم الصناعي، لأن لو اتعود على الطعم الصناعي في بداية حياته عمره ما هيحب الأكل الطبيعي. تاني نقطة، ابنك لازم يتعود يشوف ألوان في طبقه، زي الفلفل أخضر، زي الطماطم، زي الخيار. مشاركة الطفل في إعداد الأكل أو في تجهيز الأكل، زي يجيب طماطم أو خيار. لما ابنك بيشاركك في المطبخ ده يخليه ياكل من غير عناد، ويحس إن الأكل صحي لعبة مش واجب. تالت نقطة، ازاي نقلل من الحلويات والسكريات. مش اننا نمنع تماما، لكن نحدد الكميات ونقدم البدائل، زي الزبادي بالفواكه او التمر او الفواكه المجففة. الممنوع دايما بيبقى مرغوب، لكن البديل الذكي يخلي ابنك يشبع وما يحسش ان هو محروم. رابع نقطة، اوقات الاكل. لازم ان الطفل يتعود ان في مواعيد اساسية للاكل، مش طول اليوم تسالي. شرح بسيط جدا ان المعدة محتاجة وقت للهضم، والجسم محتاج نظام. لو سفرتك لها ميعاد، ابنك هيتعلم ان الاكل مش تسلية، لكن وقت مقدس للأسرة والصحة. خامس نقطة، قدوة الأهل. الطفل نسخة من أمه وأبوه. لو الأب بيشرب بيبسي طول الوقت صعب نقول للطفل ما تشربش. الحل إن الأهل نفسهم يوروا أطفالهم إنهم بيحبوا الأكل الطبيعي، الفاكهة والسلطة والأكل الصحي. ابنك مراية ليكي، لو عاوزة يختار صح لازم يشوفك بتختار الصح الأول. وفي النهاية أحب أقول لكم، تربية الطفل على الأكل الصحي مش قرار يوم، دي رحلة تبدأ من أول معلقة وتستمر لحد ما يكبر ويبقى مستقل. لو بدأت صح هتوفر عليه تعب وأمراض كتير في المستقبل، وتكوني فعلا بنيتي جيل أقوى وأصح.